مساء الخير. مساء النور يا فندم. مقدم محمد طلعت من شرطة السياحة. غني عن التعريف يا فندم، بلغوني طبعا. اتفضل يا فندم. تشكر. اتفضلوا. تشربوا ايه يا فندم؟ احنا مش جايين نشرب حاجه. مين الاستاذ يا فندم؟ انا ابن خالها. ولا كنت فاكرها لوحدها ما وراهاش حد؟ يا فندم لو كل موظف بيتحقق معاه عندي اداريا جاب ابن خالته او حد من قرايبه احنا مش هنخلص كده. محامي مدام شمس اتقدم ببلاغ رسمي ضدك، بيتهمك بالتحرش بمدام شمس، وانا جاي لك دلوقتي في شكل رسمي عشان احقق في الواقعة دي. والله ما عارف يا فندم، هي ما كفاهاش ان هي تتهم الشيال الغلبان ان هو اتحرش بيها، كمان بتتبلى عليا. من حقي اسمعها قدامك ومن حقك تنكر، ده حقك طبعا زي ما انت عايز. طبعا يا فندم. اتفضلي يا مدام شمس، احكي اللي حصل بالتفصيل. أنا كنت موجودة في أوضتي هنا في الأوتيل ولقيت الباب بيتفتح بالماستر كي. ياسر دخل الأوضة وحاول يتهجم عليا ويتحرش بيا، وطبعا أنا قاومته. حاول يقنعني إنه ممكن يتجوزني في السر. حضرتك انا مش مصدق اللي انا بسمعه. الهانم صديقة شخصية لينا كلنا، لمراتي وليا. كنتش اعرف ان خيالك خصب للدرجة دي. ما تفكريش تشتغلي في التأليف؟ احترم نفسك. حاضر يا محترم، هحترم نفسي وهسمعك الكلام المظبوط والمحترم. يا فندم انا بطلب شهادة العامل الغلبان اللي هي اتهمته ان هو اتحرش بيها، بطلب شهادة مدير الشؤون القانونية، بطلب شهادة نيفين مراتي اللي هي صديقتها الانتيم في نفس الوقت، بالإضافة لشهادة طبيبتها النفسية الدكتورة فريدة حلمي. دكتورة نفسية؟ انت راجل مش محترم وهعلمك الادب في مكتبك. من فضلك. أنا لولا حضرتك موجود كان الامن بره دخلوا وكتفوه في الكرسي اللي هو قاعد عليه ده. أرجوك. يا فندم بس من حقي ان الحيوان ده يطلع بره مكتبي. كلنا هنطلع بره مكتبك، بس هنروح نعين الأوضة اللي تمت فيها الواقعة. ممكن؟ أكيد يا فندم طبعا. اتفضل يا فندم. اتفضلوا. يا شمس. ده مفتاحك يا مدام شمس؟ أيوه. الأوض هنا ليها كام مفتاح يا أستاذ ياسر؟ المفروض 3 يا فندم. واحد بيبقى مع الاستاف، وماستر كي بيبقى معايا، وماستر كي بيبقى مع عمال الهاوس كيبنج. بس هو دخل بالماستر كي بتاعه هو. يا فندم مش معنى ان انا معايا الماستر كي ان انا ممكن ادخل الاوضه بتاعتها. انا بجد مش متخيل الادعاءات اللي هي عماله تقولها. الموضوع ده حصل الساعة كام بالظبط يا مدام شمس؟ مش فاكرة. شمس انت كلمتيني بعد ما حصل الموضوع بقد ايه؟ على طول. تقريبا كده الساعه 7. كنت فين في الوقت ده يا أستاذ ياسر؟ الطبيعي يا فندم بين مكتبي او ان انا بتابع الاوتيل، واكيد عندي شهود كتير بالموضوع ده. لا مش محتاجين شهود خالص، احنا بس لو سمحت لنا نشوف التفريغ بتاع الكاميرات من الساعة 7 للساعة 8، ومن خلاله بقى هنعرف إذا كنت جيت ودخلت الأوضة في الوقت ده ولا لا. بالظبط كده. معاك حق يا فندم. اتفضلوا. ان شاء الله يا تيتا يحيى هيلاقيها. طب اقول لك يا تيتا، ما تقومي يا حبيبتي تستريحي في اوضتك شويه. يا تيتا احنا اي حاجه جديده هنقول لك عليها. عشان خاطر يا تيتا انت شكلك تعبانه قوي. طب بقول لك ايه يا حبيبتي، ايه رايك لو اعمل لك كوبايه ليمون تروق لك دمك؟ بالمره اجي احكي لك على موضوع الكليه عشان تعرفي ان انا مظلومه. مالك يا تيتا؟ تيتا مالك يا تيتا؟ تيتا
تيتا ردي عليا. تيتا، يا تيتا والنبي في ايه؟ تيتا، تيتا كلميني. تيتا، يا تيتا. يا يحيى، يا يحيى مش وقته يا يحيى، موبايلك الزفت ده يتقفل. تيتا، تيتا، يا تيتا والنبي ردي بقى. مين؟ أنا سلمى. حاضر خير يا سلمى يا بنت مريم، جرى لها حاجه؟ لا تيتا اغمى عليها وانا عايزه انقلها المستشفى. تعالى انقلها معايا بسرعه. فين المحروس اخوك امال؟ راح يدور على مريم وموبايله فاصل شحن. انا مش هعرف انقلها لوحدي، الوقت متاخر. طب متشكره، انا اسف على استني يا سلمى، استني يا بنتي، دقيقه واحده بالظبط وهبقى جاهز واجي معاكي. بسرعه والنبي يا عمر، هكلمني صحيح. حاضر. هتروح برضه؟ افتكري افضال الست علينا، وبعدين شوفي كم مره وقفت جنبنا، ملهاش دعوه باللي حصل لابننا. ايه؟ انت اللي يهمك ان انا اطلع قليله الاصل ونكره للجميل طبعا. ماشي يا ربيع. انا متشكر لحضرتك جدا، مش عارف اقول لك ايه الصراحه. ما تشكرنيش لان ده شغلي. المهم دلوقتي تتفقوا لو عايزين تقفلوا المحضر ودي. طبعا لا، لازم يتسجن. يا مدام ما تزعليش مني، والله العظيم ما كان ذنبي، هو اللي قال لي. ياسر، ممكن نتكلم لوحدنا؟ طبعا يا حبيبتي، اتفضلي. يا فندم هو مش ممكن يهرب كده؟ ما تخافيش. يلا اتفضلوا معايا. سلمى، ايه اللي بيخليها تتكلم في وقت زي ده؟ الو؟ يا سلمى في ايه؟ شمس الحقيني، انا اسفه ان انا بكلمك في وقت متاخر كده. مريم هربت ومش لاقيينها. هربت يعني ايه؟ راحت فين مريم؟ مريم عندنا في البيت، ما تقلقيش. بجد؟ سلمى، هشام معايا بيقول ان مريم عندهم في البيت، اطمني. بجد؟ طب الحمد لله. الحمد لله. بس في مشكله تانية، تيتا تعبانه قوي وخدناها المستشفى، والمستشفى بتقول لنا ان مفيش ولا اوضه فاضيه. ايه بتقولي ايه؟ مفيش اوض؟ صباح تعبانه؟ مش لاقيين ولا سرير لتيتا يا شمس في اي مستشفى. طب اقفلي وانا هرجع اكلمك تاني على طول. مش معقول، مش لاقي لها اوض. الو عماد، لو سمحت يا عماد، انا عايزه منك خدمه ضروري. صباح تعبانه قوي ولازم تروحي المستشفى ومش لاقيينها ولا سرير في اي مستشفى. لو سمحت ممكن تساعدني؟ طب اهدي انت بس وما تقليش نفسك. اسمعي، ابعتي لي نمرة سلمى في مسج وانا هتصرف. يا ستي لا تعب ولا حاجة. مع السلامة. انت ازاي عملت كده؟ ليه عملت كده؟ نيفين، انت اكتر واحده عارفه جوزك وعارفه انه بيعشق الستات، واتجوزتيني وانت عارفه كده. عارفه، بس الظاهر اني كنت مغفله. كنت فاكره انك هتعقل بعد الجواز، ما لقيتش غير شمس، اعز صاحبه ليا، دي اختي. وعشان كده انا عملت كده، اتجرأت وعملت كده. بس انا ما كنتش بعمل كده علشاني بس، وعلشانك انت كمان. علشاني؟ طبعا. شمس مليونيرة، ولو كسبت القضية كانت كل فلوسها رجعت لها تاني. أكيد أنا وأنت كنا هنستفيد، مصاريفنا كتير وأحلامنا أكتر. ولو خسرت القضية كنت طلقتها ويا دار ما دخلك شر، ولا حد عارف حاجة. عرفتي بقى إن أنا كل ده كنت بعمله عشان مصلحتك ومصلحتي. عرفت انك اسفل واحقر انسان انا شفته في حياتي، وهتطلقني بكره يا ياسر.
هشام، هشام انت رحت فين يا هشام؟ انا هو موجود. انا عايزه امشي بسرعه من هنا، عايزه اروح لصباح. شمس انا اسفه انت كنتي صح، انا اسفه. لو سمحتي انا مش عايزه اشوفك تاني خالص. شمس انا بتاسف لك، اعمل ايه اكتر من كده؟ شمس دي صديقة عمرك، اكيد يعني مضحوك عليها. ايوه يا هشام، قول لها انا كنت غبيه ومعميه. شمس انت عارفه انا قد ايه بحبك. بيحب حد بيثق فيه، بيقف جنبه. انت عايزه ايه؟ عايزاكي تسامحيني يا شمس، سامحيني. عمري ما هقدر اسامحك.